لما حد يستفزك ما تديلوش الاتنشن ده. لما حد يحاول ان هو يعلي عليك ويستفزك ما تحاولش ان انت تديله اهتمام قوي بالاستفزاز ده، لان حضرتك اول ما تديله على طول ريبلاي ان هو استفزك هتلاقيه بيديك هو كمان ريبلاي، وهتلاقوا نفسكم عمالين تتبادلوا في حاجة وتدخلوا في خناقة ومناقشة وتضيعوا وقت وتضيعوا مجهود وتضيعوا افكار وتودوا نفسكم في 60,000 داهية على حاجة ملهاش ريحة ال30 لازمة بإيديك انت من الأول كنت تتجاهلها. يعني في حرفيا في ناس في الحياة مهمتها ان هي تستفزك وتضيع وقتك وتستنزفك وتستنزف مجهودك، فخليك انت اذكى منهم وما تحاولش ان انت تديهم ده. يعني اول ما تلاقي على طول حد داخل معاك في النقاش بحدية وواخد الموضوع جد قوي وجاي يستفزك تجاهله بس. يعني ما تعملش حاجة، لان هتلاقي نفسك انت مشارك في مناقشة ملهاش ريحة ال30 لازمة ومضيعة للوقت ومضيعة للمجهود مش هترسى عليك بحاجة يعني. فلو انت حطيت لسانك في بقك وسكت وسكته ده هيستفزه اكتر بكتير قوي من انك ترد عليه وتدخل معاه في معركة، ولان هو شخص فاضي اصلا. يعني هو لو مش فاضي هيقعد يستفزك ليه؟